دع السباب. دع السباب. أنت يمني؟ هل يكفيك ذلك؟ سؤال، هل أنت يمني؟ أنا من الجنوب العربي. هل أنت يمني؟ أنا سؤال. من الجنوب العربي. كلنا واحد في الجنوب واحد في الشمال واحد في الشرق. هل أنت يمني؟ أنا من الجنوب العربي. هل أنت يمني؟ لم تجب على السؤال. أتحداك أن تجيب على هذا السؤال. هل أنت يمني؟ أنت السؤال من الجحيم. أتحداك أن تجيب على السؤال هذا. هل أنت يمني؟ أنا من الجنوب العربي. ما تجيب على السؤال. لماذا أنت خايف؟ لماذا لا تقول أنا لست يمني؟ أجب. كن شجاعا. أنا من الجنوب العربي. كن شجاعا. قل أنا لست يمني. أنت الذي أتحداك. أستحدي. هل أنت يمني؟ يا رجل أنت ممن سرقوا الجنوب. أنا نعاتب الدكتور محمد الهاشمي أن أقف مع شخصية الآن دع المرض جانبا وانطق بلسان أكرمك الله به. أرجوك. هل أنت يمني؟ أرجوك يا دكتور محمد. هل أنت يمني قال لك أم لا؟ أنا قلت لك من الجنوب العربي. يعني يمني أم لا أم غير يمني؟ أنا لا أريد أن أجاوب على هذا السؤال إلا بهذه الطريقة. هل يعجبك؟ لا أنت حر، أنت حر يعني أنت حر، ولكن الناس لا معنى ذلك أنه حالة الانفصام عنده ليست عسيرة بالإمكان معالجتها، لأنه ما زال يستحي أن يقول أنا انفصامي. شخصية مريضة. ما زال يستحي أن يقول أنا لست يمني، معنى ذلك هو في نص المرض وإن شاء الله نعالجه بكرة. طيب أنا من الجنوب العربي، معنى ذلك أنني لست يمنيا. خلاص، هل أعجبك هذا السؤال؟ ممتاز. إذا أنت إيش حالة انفصامية ولا حول ولا قوة إلا بالله في المناطق الجنوبية والشرقية. لا تتركوا لهؤلاء يتكلموا عنكم، فأنتم تريدوا الإصلاح والتغيير نحو الأفضل، أما هؤلاء فهم يعيشوا حالة مرضية انفصامية. أنتم يمنيون تفخرون بحضارتكم، سبا ومعين وحمير، وأنتم قادة الفتوح ومن شارك فيها الإسلامية ومن نشر الإسلام في شمال أفريقيا إلى الأندلس، وأنتم من كانت لكم إمارات في الأندلس. فليستحي هذا الصوت أن ينكر هذا المجد الواسع وهذا التاريخ الواسع، ليأتي بهذه الجهالة ويقول أنا لست يمني. أيها الشعب إخواني في الجنوب والشرق، احذروا هذا الصوت، لأنه سيضيع علينا وعليكم فترة وفرصة الإصلاح بهذه الأفكار الانفصامية المريضة العافنة.